أيضا من ضمن الأمور المهمة جدا تجنب التكرار. التكرار له صور، إما أن يكون تكرار المادة العلمية، أو تكرار الأسلوب، أو تكرار الاستدلال أو الدليل. يبقى إذا صور التكرار: تكرار المادة العلمية، أو تكرار الأسلوب، أو تكرار الاستدلال. تكرار المادة العلمية فلا ينبغي على الباحث أن يكرر ما سطره في الفصل الأول مثلا، يكرره في ذات الفصل، أو يكرره في الفصل الثاني أو الثالث إلى آخر ذلك. تكرار الأسلوب من أسلوبي في الجمع بين الجملة الرئيسة والجملة الفرعية، الجملة الأصلية أو الأولية والجملة الثانوية. هذا التكرار اسلوب ان يتخذ او يمضي او يسير على نمط معين من الاسلوب ويكرره في كل صفحه او في كل فصل. هذه من الاشياء الخاطئه في البحث العلمي. ايضا تكرار الدليل او الاستدلال: اللهم الا اذا دعت الحاجه الى استدعاء هذا الدليل. اللهم الا اذا دعت الحاجه الى استدعاء هذا الدليل، بمعنى انه يستدل بدليل في الفصل الاول مثلا مبنيه على ايه قرانيه، حديث نبوي، اجماع، قياس، اي قول للائمه، اجماع للائمه، اتفاق للائمه، الى اخر ذلك من الامور، قاعده من قواعد العلماء، الى اخر ذلك من الامور، عليه الا يكررها الا اذا دعت الحاجه، او كان هذا الدليل من الادله المشتركه بين المساله التي في الفصل الاول مثلا والمساله التي في الفصل الثاني.